بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة امبارح اتكلمنا على أول حاجتين بينصحنا في أول كتابه المحاربات الروحية نعمله. أول حاجة ما اعتمدش على نفسي، 2 أكون واثق في المسيح بأعلى درجة ممكنة. 3 الحقيقة مش معنى إن أنا ما اعتمدش على ذاتي واعتمد على النعمة واحمل ثقة في المسيح ان انا مش هجاهد. لا، هنجاهد ونتعب قوي قوي قوي. الحياة الروحية والحرب الروحية مش محتاجة انسان يكون واخدها بهوادة او بدلع. اللي بيتدلعوا مش هيوصلوا. والقديس بولس بيقول لنا كده ان احنا حتى ما جاهدناش حتى الدم ضد الخطية. يعني لازم نقاوم ابليس فيهرب مننا زي ما بيقول لنا المعلم يعقوب. يعني الحقيقه الجهاد الروحي ده جهاد وتعب بلا توقف، لان بصراحه الشيطان محتاج لحظه راحه فينقض علينا، عامل زي الحيه اللي بتتفرج على الفريسه بتاعتها، اول ما تغمض عينيها تبلعها. وافتكر كويس قوي ان داوود النبي لما كان بيجاهد كان بيوقع جليات اللي هو يرمز للشيطان ومملكته، ولما ريح وابتدى يسهر وياكل ويشرب ونسي مزاميره كانت سقطته سقطة عظيمة. فاحنا ما بنعتمدش على نفسنا في الحرب وواثقين في المسيح، لكن لا، انا كمان لازم اعمل اللي عليا. النعمة عاملة زي المدرسة اللي ابويا دخلهاني. النعمة معناها ان في مدرسين حلوين جوه المدرسة. النعمة ان ربنا اداني القدرة على فهم الدروس، لكن كل ده مش هيلغي ان انا لازم اذاكر واعمل اللي عليا. النقطة الأخيرة والرابعة الصلاة الدائمة. لازم تتكلم مع ربنا طول النهار، مرة تعلن ضعفك، مرة تطلب مساعدته، مرة تقول له الحقني وقومني من سقطتي. لكن لازم تتكلم مع ربنا. يقول كده ويسبق القديس يوحنا ذهبي الفم ان اللي ما بيصليش لا يوجد فيه شيء من الصلاح، واللي ما بيناديش ربنا لا يمكن هيشوف النصرة في الحرب الروحية على الشيطان او على الجسد او على العالم، لان الحرب عالية قوي والموج عالية. يبقى النهاردة اتكلمنا على نقطتين، ان احنا هنتعب مع ربنا ونجاهد، نمرة 2 ننادي عليه على طول علشان ندوق النصرة. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.